يا صباح التفاؤل، يلا بينا نعمل مع بعض احلى كفتة بالظبط كأنك شارياها من عند الحاتي. يلا سوا نشوف المكونات بتاعتنا. عندنا كيلو من اللحمة المفرومة، عبارة عن كيلو الا ربع لحمة صافي وربع كيلو من الدهون. ومعايا طبعا بصلتين مفرومين ومعصورين كويس قوي من المية بتاعتهم، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. معانا 3 معالق من النشا، معانا 3 بياض بيض، ومعانا كمان كيس بيكنج باودر. والبهارات بتاعتي ملح، فلفل اسود، وكمان معلقة سكر، ومعلقة كبيرة من بهارات الكفتة اللي من عند العطار، تكون كفتة تكون بهارات مضمونة، مش البهارات الجاهزة اللي عليها ملح. تمام؟ او لو جبتوا اللي عليها الملح تقللوا شوية من الملح اللي محطوط على الكفتة. هنبدأ نضيف كل البهارات على بعضها، ونضيف النشا والبياض البيض والبصل، ونعجنها كويس جدا. اهم حاجة نعجنها كويس قوي لحد ما تفتل معانا، لحد ما العجينة بتاعتنا تفتل معانا، تعمل كده زي الفتل. دي مهمة قوي قوي علشان تجانس العجينة جدا بالمكونات بتاعتها. عجيني جامد جدا جدا لحد ما تتجانس قوي وتعمل كأنها فيها خيوط. بعد كده هنجيب بقى البصل بتاعنا، مية البصل اللي احنا ركناها على جنب، وهنبشر معاها 2 طماطم، وهنحط معاها معلقة زيت وحبة ملح وفلفل، وطبعا نصفيهم كويس قوي عشان بشر الطماطم اللي احنا بشرناه. هنجيب كده 2 من العصاية بتاعت شيش الطاووق، علشان نخليها كده تكون متهوية من جوه وفيها خرم كده يكون واسع يخليها فيها تهوية كده عشان تكون هشة وخفيفة. ونبدأ نصبعها ونحطها في صينية. تمام، نصبعها زي ما انت عايزة، الحجم اللي انت عايزاه صبعيها براحتك. انا هنا عملت الكيلو حوالي 20 او 22 صباع من الكفتة، حجم كويس. كان حلو قوي، تحفة زي ما انتم شايفين كده. طبعا باللي ايديكي من المية اللي فيها البصل والطماطم والزيت والملح والفلفل، واعمليها على حطيها وانت بتصبعي الكفتة، طبعا بتودي الكفتة في حتة تانية. على ما سيبنا الكفتة ترتاح، وهندخلها في فرن درجة حرارته 200، ونحطها على الشبكة اللي في النص. هنجيب الطحينة، قدامي طحينة خام اهي قدامي، وهجيب معايا 3 معالق من الخل وكوباية مية، وكمان عندي الملح وعندي كمون وعندي شطة ومعلقة توم مفروم. نبدأ نحط الخل كده على الطحينة، ونبدأ نقلبها كويس، وننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي عبارة تاني عن ملح وعن كمون وشطة ومعلقة توم مفرومة. ونبدأ نقلبها كويس قوي، هتتقل معانا، نبدأ نزود المية شوية بشوية ونقلب بالشوكة لحد ما تنعم، وزي ما انتوا عايزينها بالقوام اللي انتوا عايزينه. انا بحبها تكون سميكة شوية كده بتعجبني، ولو انتوا عايزينها تكون سايلة اكتر زودوا المية، مفيش مشكلة. مية عادية جدا من الحنفية، مش مية سخنة ولا حاجة. عايزة تضيفي زبادي طبعا، انا اساسي بضيف فيها الزبادي، لكن هنا عملتها من غير الزبادي لكنها برضو بتبقى رائعة جدا. يبقى سواء بالزبادي او من غير الزبادي فهي تحفة، يعني الطريقة دي بتخليها جميلة كده ولذيذة قوي جميلة. في البداية خالص لما حطيت في المكونات مع الكفتة معلقة سكر، مهمة قوي قوي يا جماعة مع الكفتة مع مكوناتها، معلقة السكر مع مع النشا مع البيكنج باودر مع كل المكونات اللي احنا حطيناها دي مع بياض البيض، بيعمل هشاشة للكفتة فظيعة، وكمان بتخليها جوسي جدا جدا وبالظبط كأنك شاريها من بره. جربوها وهتشوفوا الطعم بجد هيعجبكم جدا. هنا كملنا الطحينة، بصوا شايفين كده القوام بقى ناعم ازاي وجميل. انا بخليها زي ما قلت لكم سميكة شوية، بصوا ده السمك بتاعي اللي انا بحبه. زي ما عايزين، لو عايزين تخففوها حطوا مية. هبدأ اضيفها في الاطباق بتاعتي اغرفها. كل ده الكفتة في الفرن. ادي الطحينة اهيت، نبدأ نغرفها ونجهزها ونركنها، ونجهز السلطة ونركنها لحد ما الكفتة تستوي. عايزة تضيفي بقى مع الكفتة تحطي مثلا طبق اضافي مكرونة بصلصة، عايزة تضيفي رز بسمتي، عايزة تضيفي اي حاجة زي ما انتوا حابين. عايزين تكتفوا بالعيش والطحينة والسلطة طبعا تبقى اكلة لذيذة جدا. هنا هنبدأ نزوق بقى الطحينة على الوش بتاعها، ممكن نزودها بشطة كده خفيفة على الوش، او ممكن تزوديها مثلا اي لون يعني تحبيه من التوابل يعني على الوش. ممكن تحطي كمون مع الشطة، ممكن تحطي بابريكا مثلا مدخنة كده يعني تدي طعم برضو وشكل جميل. ودي ركننا الطحينة طبعا اللي كان طعمها تحفة جدا. طلعنا الكفتة اهو من الفرن. انا بحب احط كده، احطها في طبق تحتيه عيش، العيش الطازة كده تحت الكفتة عشان ياخد من الصوص اللي نازل من الكفتة، فيبقى طعمه حلو قوي مع الاكل.
الكفتة بنرصها كلها اهيت، لسه طالعة حالا من الفرن، وهوريكم كمان هي قد ايه طرية كده وحلوة. بصوا هنحط الفحم الاول هنا، نحط الفحم كده حطاه في فنجان، وهنزل عليه بنقطتين من الزيت، وننزل عليه بقى بالورق الفويل كده، ورق الالومنيوم، ونغطيها كويس قوي قوي علشان الدخان ده يعني يديها ريحة الشوي بالظبط بالظبط كأني جايباها من عند الحياتي. انا هنا بقى جهزت الطحينة، جهزت السلطة الخضراء بتاعتنا، وجهزت كمان مكرونة كده بالصلصة عشان الولاد. بس كده هفتح بقى واوريها لكم ازاي جميلة. بصوا قد ايه هي هتبقى طرية وتحفة. نشيل الفحم بتاعنا، بصوا بقى كده، بصوا قد ايه كده هي اصلا يعني سهلة كده التحريك، مش ناشفة مش جامدة، لا هي جوسي وجميلة. بصوا 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 جميلة ازاي. جربوها هتعجبكم كتير جدا جدا جدا. جربوها، اكتبوا لي في التعليقات ان انتوا جربتوها. دي الطريقه اللي انا بعملها بيها على طول، الطريقه اللي انا فعلا يعني بتعجب ولادي جدا، وكاني بالظبط شاريها من بره، واحلى كمان وانضف، لانك انت ضمناها، ضامنه اللحمه قدامك، وضامنه جودتها، وضامنه النظافه اللي انت عاملاها بيها. انا بقى بالنسبه لي بحب احطها كده في العيش، وعليها الطحينه والسلطه، وبالهنا والشفا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك وبالشير وكومنتات كده، وان انتوا جربتوا التجربه بتاعتنا الحلوه دي، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية كتير.